كنت حابب اقول كلمتين لجماهير نادي الزمالك، عشان احنا بصراحه ربنا كده تعبنا من الصياح من بعد ماتش السوبر. دماغنا وجعتنا، والله العظيم دماغنا وجعتنا، عايزين نرتاح شويه. انا همشي وراك واحده واحده. انت بتقول ان انا شاري الحكم او الحكم ده مرتشي او بطولاتي حرام وانا بشتريها، صح كده؟ طيب خلينا متفقين ان السلعه المباعه فهي متاحه للجميع. يعني اي سلعه مباعه انا متاحه للجميع. يعني فلان الفلاني بذمته بتتباع، طب انت ممكن تشتريه، انت ذات نفسك ممكن تشتريه، صح؟ هتقول لي لا انا بحب البطولات الحلال. حلال ايه ده؟ انت سمعتك في الدنيا كلها اللي انت نصابين على النصابين. سمعتك في الفيفا اللي انت نصاب، سمعتك عند اي لاعب عايز يجي لك لا بلاش النادي ده عشان بينصب على اللعيبه. هو النصب حلال؟ بالنسبه لك النصب حلال؟ ما انا مش فاهم. النصب بالنسبه لك حلال، انما انت تشتري حكم عشان يديك بطوله ده حرام، صح؟ صح؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. طب بالنسبه اللي انت تنصب على الارض في الدوله وبتاع وتاخد ارض الدوله ام جنيه تباعها ب 10 جنيه، ده حلال؟ حلال، صح؟ عادي، ده كلام حاجات حلال. بالنسبه اللي انت ما تدفعش كهرباء ولا ضرايب ولا ميه ولا الكلام ده كله وعايش بلطجه، ده حلال، صح؟ حلال. انما اللي انا اشتري حكم، لا انا بكسب بعرقي وباخد البطوله بعرقي، ما ماليش في الكلام دوت. انما انت بتشتري بطولات. طب ما اللي يخليك بتنصب وبتعمل حرام اهو. طب ما انت ممكن تروح تشتري حكم، ده لو الحكم بيتباع بقى او الذمم بتتباع زي ما انت ما بتقول. انت مش عايز هي مشكلتك بص، مشكلتك الازليه والابديه النادي الاهلي، هي دي عقده حياتك. انا كسبانك مرتين في شهر واحد، مرتين، ولعبت في الملعب ما كسبتكش ضربات جزاء، ما لعبت الزون ديفنس عشان خاطر اطلع بالمباراه زي ما انت ما بتعمل كده، وانزل عواد اللي هو متفوق في ضربات الجزاء علشان اوصل للمباراه لحد ضربات الجزاء واسرقها وامشي. انا لعبتك في الملعب وكسبتك مرتين، فدي مشكلتك. والهدف جاي من اسيست زيزو وبن شرقي، دي مشكلتك. فالاداره الناحيه الثانيه عندها مشاكل زي ما قلت لك، وقف قيد، لعيبه، ارض، الكلام ده البلاوي دي كلها. بص العصفوره، نطلع نقول الهدف بن شرقي لمسه يد، نطلع نقول مش عارف ايه. هي دي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع. فبالله عليكم قرفتونا بجد. نبطل سياحه بقى ونهدى عشان خاطر تعبنا. عايزين نركز في اللي جاي. خليكم انتوا ضمتم، والله ربنا يديم عليكم نعمه المظلوميه والصياح واللي انتوا بيضحك عليكم، عشان انتوا بتحبوا كده. في ناس بتحب كده، في ناس بتحب كده، تحب تنصب عليها ويضحك عليها والناس تاكل بعقلها حلاوه. انتوا من الناس دي، من النوعيه دي. طول عمر الاداره كلها او الرموز كلها مصدر لكم حاجات معينه، التحكيم، الدوله، المجاملات، الكلام ده كله، وانتوا ماشيين وراهم. خليكم زي ما انتوا. من سنين السنين بتقولوا الكلام ده. بص احنا بقينا فين وانتوا بقيتوا فين. خليكم زي ما انتوا. يلا ابعتها له. عشان ايه؟ عشان معموله له، احنا متفقين. سلام.